النشرة الإخبارية الأسبوعية 26 يناير 2025. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة دار الأجيال ترحب بكم في نشرتها الإخبارية الأسبوعية الرابعة لسنة 2025. معكم مذيعة فاطمة الكتيف من ثانوية الريجو الإعدادية، والبداية بأبرز العناوين. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في بوجدور تجربة رياضية ونتائج مميزة. المجلس العلمي يؤطر دورات تكوينية في إطار التعريف بخطة تسديد التبليغ. الفاعلة الجمعوية أعمر حداد فليحة تتوج في إطار برنامج مؤازرة. اختتام ملتقى التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال في مجال الحلاقة والتجميل. ترقبوا تفاصيل هذه الأخبار وأخبار أخرى بعد قليل. حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم بوجدور خلال عام 2024 حصيلة متميزة عكست مدى نجاحها في تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة حياة الساكنة. فقد تم تنفيذ 73 مشروعا تنمويا يستفاد منها 5888 شخصا بتكلفة إجمالية بلغت 12.86 مليون درهم. ساهمت المبادرة فيها بنسبة كبيرة، مما أبرز دورها الريادي في تلبية احتياجات السكان وتعزيز التنمية المستدامة. تميزت المشاريع المنجزة بالتنوع والشمولية، حيث غطت عدة مجالات حيوية. تدارك النقص في البنية التحتية والخدمات الأساسية عبر إنجاز 6 مشاريع لتحسين الطرق وربط المنازل بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب بتمويل كامل من المبادرة بنسبة 100%. دعم الفئات الهشة من خلال تنفيذ 19 مشروعاً استفاد منها 969 شخصاً. شملت حماية الطفولة، تعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي، وتقديم الدعم للمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. تعزيز الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب من خلال إنجاز 31 مشروعاً لدعم ريادة الأعمال والاقتصاد التضامني بمساهمة تمويلية بلغت 71%. الاستثمار في الرأس مال البشري للأجيال القادمة عبر تنفيذ 17 مشروعاً شملت دعم صحة الأم والطفل، واستفاد منها 1100 شخص. بالإضافة إلى مشاريع لتعزيز التعليم والتفتح استفاد منها 370 شاباً وشابة. هذه النتائج جاءت ثمرة رؤية استراتيجية يقودها السيد إبراهيم بضبراهيم، عامل الإقليم ورئيس اللجنة الإقليمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي يحرص على اختيار مشاريع تلبي احتياجات السكان بشكل دقيق، مع التركيز على الابتكار ودعم المبادرات التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتقليص البطالة. كما أن هذا النجاح يعكس جهود فريق العمل واللجان التقنية الذين يضعون الجودة والاستدامة في صلب أولوياتهم. علاوة على ذلك، لعب الشركاء الأساسيون من مصالح خارجية ومجالس منتخبة وفعاليات جمعوية دورا محوريا في تحقيق هذه الإنجازات، إلى جانب الشباب الطموح في الإقليم الذي قدم أفكارا مبتكرة ساعدت على إنجاح المشاريع. تجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في بوجدور أصبحت نموذجاً يحتذى به وطنياً وجهوياً، ليس فقط بفضل الكم الهائل من المشاريع المنجزة، بل بفضل أثرها الإيجابي الذي لمس مختلف شرائح المجتمع، بدءاً من تحسين ظروف العيش وتعزيز البنية التحتية، ووصولاً إلى دعم الفئات الأكثر هشاشة. هذا النجاح يعكس التزاماً واضحاً بالمضي قدماً نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تخدم الحاضر وتؤسس لمستقبل أفضل. وفي إطار الأنشطة التكوينية المرتبطة بخطة تسديد التبليغ، نظم المجلس العلمي المحلي لبوجدور وبتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية دورة تكوينية برحاب المسجد الكبير لفائدة أئمة المساجد وعدد من خطباء الجمعة. تضمنت مداخلتين: الأولى الأستاذ يحظيه بايا عضو المجلس للتعريف بمضامين وفحوى هذه الخطة انطلاقا من كتاب خطة تسديد التبليغ، دليل مرجعي في التأصيل والفهم والتنزيل. الثانية الأستاذ رشيد جناتي، وهو إمام مرشد
منسق بالمجلس، شرح مضامين كتاب الدين للحياة وسلط الأضواء على ثمرات ومقاصد العبادات في الإسلام. وفي نفس السياق نظم المجلس العلمي المحلي لإقليم بوجدور دورة تكوينية لفائدة خلية المرأة وشؤون الأسرة، أطرتها كل من الأستاذة فتيحة رواس والأستاذة أم الفضل الصامد عضوى المجلس والسيدة المرشدة الدينية كلثوم القاسمي للتعريف بأهداف ومضامين خطة تسديد التبليغ الهادفة إلى إرساء معالم الحياة الطيبة، وذلك من خلال كتابي خطة تسديد التبليغ دليل مرجعي في التأصيل والفهم والتنزيل، الدين للحياة مع التركيز على ثمرات العبادة، إصدارات الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى. توجد مؤخرا بالرباط السيدة أعمر حداد فليحة رئيسة جمعية مستغلة دار الصانعة بإقليم بوجدور في إطار برنامج مؤازرة. يأتي هذا التتويج الذي يستهدف التعاونيات والجمعيات العاملة على المستوى الوطني في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لعام 2024 بهدف تمويل مشاريع سوسيو اقتصادية بدعم من وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبشراكة مع بعض المجالس الجهوية. نظم نادي الفلسفة والعلم بثانوية الراشدي مائدة مستديرة نشطها تلاميذ ثانية بكالوريا علوم فيزيائية بحضور ثلة من الأساتذة الباحثين في قضايا العلم والإبستمولوجيا. وقد تضمن برنامج المداخلات الآتية: مفهوم الجاذبية في الفيزياء الكلاسيكية والمعاصرة التي قدمها الأستاذ عشاشبي، مبدأ التغير في المادة الذي تناولها الأستاذ عايدة الخريف، الثورة الكوبرنيكية في العلم التي قدمها الأستاذ ميري عبد العالي، فلسفة العلوم ومواكبتها لقضايا العلم المعاصر الأستاذ أحمد عاطفي. تحت شعار الحلاقة والتجميل تمكين مهني في خدمة الشباب ودعامة أساسية للتنمية البشرية. واختتمت هذا الأسبوع فعاليات ملتقى التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال في مجال الحلاقة والتجميل الذي احتضنه المركز السوسيو مهني الأمل بمدينة بوجدور، والذي أشرفت عليه جمعية السوار للأعمال الاجتماعية والتضامن. تميز الحفل بتقديم كلمات بالمناسبة أشاد فيها المتدخلون بنجاح الملتقى وأهدافه النبيلة في تمكين الشباب والنساء مهنيا واقتصاديا، مع التأكيد على أهمية هذه المبادرات في دعم التنمية المحلية. كما تم توزيع شهادات المشاركة والتقدير على المستفيدين من الورشات التكوينية، إضافة إلى تقديم دبلومات مهنية للرائدات المتخرجات من المركز السوسيو مهني الأمل، في خطوة تهدف إلى تحفيزهن على ولوج سوق العمل بثقة واستقلالية. ولم تخلو المناسبة من لحظات تقدير خاصة بتوزيع تكريمات على الفاعلين الذين ساهموا في إنجاح الملتقى، وخصوصا الهيئة الوطنية للشؤون القانونية والاجتماعية للحلاقة والتجميل بالمغرب. وعلى هامش الحفل أقيم معرض احتفالي بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة، عرضت فيه منتجات تقليدية وأعمال يدوية تجسد التراث الأمازيغي الغني والمتنوع، مما أضفى بعدا ثقافيا إضافيا على الحدث، وأسهم في إبراز الهوية الأمازيغية كجزء من مكونات التنمية البشرية المحلية. تنزيل المضامين قانون الإطار رقم 1751 ولا سيما المشروع رقم 10 حول الارتقاء بالحياة المدرسية، وفي إطار مبادرات من هذا النوع التي تنطلق من التلميذ وإلى التلميذ، نظم تلاميذ مستوى الخامس ابتدائي بمدرسة النهضة مائدة مستديرة حول حقوق وواجبات التلميذ والتلميذة بالمؤسسة، أطرتها التلميذتين الذهبة تراب ونسيبة الكوري. نظم مركز المساعدة والتوجيه للأشخاص في وضعية إعاقة حفلا ختاميا للدورة الأولى للتربية الخاصة الدامجة، وذلك في إطار برنامج التماسك الاجتماعي الذي يهدف إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم في المجتمع. تضمن الحفل فقرات فنية وإلقاء كلمات بالمناسبة أشادت بالجهود المبذولة في مجال التربية الخاصة
ودورها في تحقيق التماسك الاجتماعي. واختتم النشاط بحفل شاي على شرف الحضور، مما وفر فرصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الأطراف المشاركة. ويأتي هذا النشاط في إطار الجهود المستمرة للتعاون الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وإدخال البهجة على حياتهم وتعزيز وعي المجتمع بأهمية دمجهم في مختلف المجالات. نظم نادي المهارات الحياتية بثانوية جابر بن حيان في إطار ورشة المسرح تدريب على مسرحية رسالة المدرس بهدف تعزيز المهارات الحياتية والفنية لدى المتعلمين وتعزيز الثقة بالنفس والتواصل وتطوير المهارات الفنية مثل التمثيل والارتجال وتعزيز العمل الجماعي والتعاون. في الشأن الرياضي، تمكن فريق جمعية شباب الجنوب لكرة القدم بوجدور من تخطي الدور التمهيدي الثاني بتغلبه على فريق نجوم أوسرد بحصة 4-2. جدير بالذكر أن فريق جمعية شباب الجنوب لكرة القدم بوجدور يلعب هذا الموسم على مواجهتين، بطولة كأس العرش وبطولة القسم الوطني الأول هو، وأن مجال المنافسة مفتوح على البطولتين إلى آخر نفس من أجل إعادة التوهج للإقليم من خلال بطولة كأس العرش خصوصا، وأن تاريخ الفريق في هذه البطولة حافل بإنجاز تاريخي في الموسم الرياضي 2021-2022 عندما وصل الفريق إلى الدور 16 ومقارعة كبار البطولة الاحترافية. قبل الوداع، يمكنكم إعادة تتبع نشراتنا الأخبارية وبرامج قناة دار الأجيال على صفحتي الفيسبوك واليوتيوب وتويتر، وعلى الموقع الإلكتروني بوجدور.info. نهاية النشرة، إلى اللقاء في الموعد الإخباري القادم.